وعليكم السلام خويا الشكري، كنقول عيد سعيد لجميع الأمهات والنساء المسلمات في أنحاء العالم كله، والنساء المغربيات تحية خاصة ليهم لأنه أنجبوا تبارك الله أبطال وأسود، وخير دليل شكري خويا الرأي المغربي كاع المغاربة بشراسة عن المغرب ديالهم وبحرقة. هذا يدل على شيء، على أن الأمة المغربية ما شاء الله ربت أسود وربت أجيال، وأنها امرأة مثقفة ثقفت أبنائها حتى وحتى شفنا النتيجة تبارك الله، لان الطرح عندهم ما شاء الله. خويا الرائي المغربي تبارك الله عليك، انا من الناس اللي معجبين بك بزاف الطرح ديالك. حياك الله. اما سمعت واحد طلع قال لك هذا القفه التضامن ديال احيله على ان الملك كيخصص قفه رمضانيه للناس اللي عندهم اش كيقولوا عندهم دخل متوسط وضعيف، وفيه السميد الذي تموتون عليه يوميا ولا تلقوا، وفيه 5 لتر الزيت اذا كان عندكم في الدار يدخلوا عليه الحبس، وفيه السكر اللي لا كتوفرش عليه اصلا، وفيه الشاي، وفيه مجموعه من المواد الغذائيه الاساسيه التي لا يمكن حتى شراؤها في بلدكم وهو يعطوها بالمجان. وكذلك انا عضوه في هذاك، يمكن تعرفوها، في الخيمه الرمضانيه التي كتوزع الفطور بالمجان لعابر السبيل. انا عضوه فيها، وكنصايبوا للناس اللي غاديين، اللي كيشدوا الوتورات ولا كيشدوا الطرقان، او الناس ما عندهمش فين يفطروا واذن عليهم المغرب، كنوجدوا مائده الافطار بالمجان ومتنوعه كانها جالس في دارو، الذي لا يمكن ومستحيل انها تصايبوها نتوما. احنا عندنا عائلات وعندنا منازل ديالنا وعندنا اولادنا وعندنا كل شيء، كنتخلاو على كل شيء وكنمشي نسبقوا الناس اللي متشردين او لا عابر سبيل او لا كل شيء، ما تفطروش رمضان كامل في دارنا. انت ممكن نورينا شي جزائري في جزائري هذه الخيمه الرمضانيه التي يمكنكم تصايبوها انتم ولا ما يمكنش، ومستحيل ديروها. اللي درتوها كاع غادي تصايبوا فيها تمر متعطينه اللي غادي تصيفطوا كاع الشعب الجزائري الى قب، او لا اللي صيبتوها الشعب الجزائري كله يجي يفطر عندكم، حيت اصلا ما عندهمش مساكن مواد اساسيه اللي غادي يقدروا يوفروها. اللي يجي يهضر شي واحد على المغرب يعرف ثقافه المغرب، خصو يعرف قيم المغرب، خصو يعرف التضامن ديال المغرب، خصو يعرف حنا كي دايرين المغاربه. حنا راه ايد واحده، يد شاده في يد، دايرين بحال شجره بوراقيها، راه ما كنطيحوش. واخا تنكرموا وتنجيو تنطيحوا قدام القاعده، راه مستحيل نتفارقوا. حنا كنوقفوا مع بعضياتنا. اللي ما كتقدوش نتوما قبل ما تطلعوا تكريتيكاو على شي حاجه، لا قفه رمضانيه ولا اي حاجه، كريتيكاو على راسكم، لانكم الناس تتموت بالجوع. وانا نسمعك واحد لا فيديو يا اخي شكري، حتى ان الناس اللي كيقولوا انهم قوه ضاربه وانهم عندهم شواكر لافريك. اسمع سيده. زيدي واش بيك، واش راكي حابه؟ واش راكي حابه؟ واش راكي حابه؟ واش راكي حابه؟ واش بغيتي؟ واش بغيتي؟ بغيت الماكله، بغيتي الماكله. واش بيك يما، كي جيعانه؟ راكي جيعانه؟ واه باقا البيض، حابه تاكلي البيض؟ باقا البيض ولا الحليب؟ نجيب لك البيض والحليب. دوك نجيب لك البيض والحليب. وصحتك راكي مليحه في صحتك يما؟ وصحتك وفي صحتك. تنهي انا ناكل. خضره شوفي عمرها خضره. هذه امراه مسكينه، هذه بنادم ما بقى تطلب والو في الدوله. كنظن ان الام في الجزائر وبنتها يعني في دوله اخرى في اوروبا، كنظن مكالمه هاتفيه هذه. البلاد اللي بغاز وبترول والناس والله ما شدك لا فيديو الا بكيت، لان السيده كتقول لك بغيت غير ناكل، بغيت غير ناكل، بغيت غير البيض، بغيت غير الحليب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي ولا العظيم. حول الله العلي العظيم. قبل ما تهضروا على الناس شوفوا جنابكم، شوفوا تهلاو في الناس ديالكم، شوفوا الدوله ديالكم. بعدوا عليكم ديك الارهابيين الشفاره اللي كلاو لكم بلادكم، بلاد البترول والغاز، والناس يموتوا بالجوع. راه ما يمكنش، ما كايناش في حتى شي دوله، ما كايناش في العالم، هذه ما كايناش في العالم. وحتى ولينا كنشوفوا ان البلد الواحد اللي فيها وزير الحليب، وزير خصيصا بالحليب.
نعم. هذه ما مفهوماش، وزير خصيصا بالحليب. نعم. شاد الحاله هذه، واحد قبل ما يطلع وتهضر حشم على عرضك، حشم على العرض ديك. لا كان عندك شي عارض حشم عليه وعاد طلع. انا منكم ما تلقانيش كندور في التيك توك، تلقاني كنقي في بلادي وكنشوف الناس بلادي اش خاصهم، راه عيب وعار. وتبارك الله عليكم، وانا ما عنديش زعما ديك الطرح بحالكم، ولكن شي بالعكس، زعما بالعكس تبارك الله عليك. دخلتي ومداخلتك كانت في محلها، تبارك الله عليك. طرقتي بطريقه ربي يخليك سلسه وبسيطه، وطرقتي فيها طبيعه الحال النقط اللي كتخص الموضوع. ما شاء الله عليك. ربي يخليك خويا، بارك تبارك الله الله فيك عليك، وتبارك الله خويا على الرأي المغربي، تبارك شكرا الله على جزيلا المغرب لك. كاع اللي كاينين هنايا. حياكم الله، والله يجعل ربي زعما ينصركم كاع على الناس اللي كيبغوا راك عارفهم الهكاويين. الله يحفظك. نعم. الله ربي يحفظك يخليك. شكرا جزيلا لك. وهذه مناسبه باش نديروا نداء للاخوه المغاربه انهم ينخرطوا في الجمعيات اللي كدير افطار عابر السبيل، راه فيها خير كثير، والله الله يقدركم ان شاء الله. وحتى اللي ما قدرش انه يكون متواجد انه على الاقل يساعد، فهو شيء كيعبر على التضامن ديال المغاربه مع بعضياتهم. صحيح. نعم، شكرا على هذه الالتفاته اخي الرأي المغربي، بارك الله فيك كما عهدناك. الا سمحتوا لي شويه الصبر، غادي نتطرق لبعض المشاريع اللي انشا المغرب. واخوتي المغاربه الله يكبر بكم، تكبيس وبارطاج. الجزائريين اللي معنا في القسط غادي نطلعكم طبعا، واخوتي المغاربه كلشي غادي يشارك ان شاء الله. شويه صبر فقط. انا اقول اذا كان الاقتصاد هو المحرك الأول لكل التغيرات السياسية والاجتماعية، فإن المغرب يشهد ثورة وقفزة عملاقة في عدد المشاريع الاقتصادية التي ستغير وتزين ملامح الاقتصاد المغربي. مشاريع كثيرة تشهدها البلاد استهدفت البر والبحر. نتحدث عن برج محمد السادس، وهو أول مشروع يمكن الحديث عنه في هذا المجال. مشروع برج محمد السادس بمارينا وادي أبي رقراق الذي يفصل مدينة سلا عن العاصمة الرباط. هذا المشروع يتألف من 55 طابقا ليصنف بذلك كأعلى برج في إفريقيا، إذ يبلغ ارتفاعه 250 مترا وعرضه 35 مترا، وستتولى تشييده مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية. وقد أطلق المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس حفظه الله مجموعة من الأوراش والمشاريع الكبرى من المنتظر أن تشهد السنوات المقبلة، والتي ستكون محطة انطلاق جديدة لمستقبل أفضل. القطب المالي بالدار البيضاء. مشروع القطب المالي بمدينة الدار البيضاء الذي سيغير معالم وملامح هذه المدينة ليحولها لمدينة ذكية تستقطب الاستثمارات من مختلف دول العالم، حيث يعتبر القطب المالي للدار البيضاء مركزا اقتصاديا وماليا إفريقيا يوجد في مفترق القارات، ويعد كأول مركز مالي في إفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية، حيث استطاع جلب مجموعة قوية من الأعضاء الفاعلين في مقاولات مالية والمقرات الإقليمية لشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات والشركات القابضة. المدينة الصناعية طنجة تيك. لقد عرفت سنة 2022 أشغال بناء المدينة الصناعية محمد السادس طنجة تيك بشراكة مع جمهورية الصين الشعبية، ويهم مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك إنجاز مدينة صناعية مستدامة مندمجة وذكية بهدف بث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها أكثر في الفضاء الأورو متوسطي. ويشمل المشروع المتواجد بجماعتي العوامة وسبت الزينات بجبهة طنجة تطوان الحسيمة، والممتد على مساحة إجمالية تبلغ 2167 هكتارا. منطقة للتسريع الصناعي تبلغ مساحتها الإجمالية 947 هكتارا. كما يضم المشروع مدينة ذكية تبلغ مساحتها الإجمالية 1220 هكتارا، تشمل مناطق للخدمات ومجمعات سكنية وسياحية وترفيهية، علاوة على كافة المرافق العمومية اللازمة لضمان حسن تدبير شؤون المدينة. وفي 2022 تم إطلاق شراكات مالية وتجارية كبيرة مع بريطانيا، إضافة إلى مشاريع ومصانع كبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة بالعيون والدخلة من طرف بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول خليجية. كما أن المغرب في سنة 2030 سيتوفر على 4 موانئ ضخمة في ميناء هي ميناء
طنجة المتوسط وميناء الناظور وميناء الدخلة وميناء الدار البيضاء، مع إمكانية توسعة ميناء طنجة مرة أخرى وزيادة ميناء كبير آخر في أكادير. وكذلك سيتعزز المغرب الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات المهنية القطاعية المعنية، ومحاور الرؤية الجديدة في مجال النجاعة الطاقية، احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، تعميم دراسات الأقل استهلاكا للطاقة، تعزيز ترسانة المعايير والمواصفات المتعلقة بأنظمة النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية 4 قطاعات مستهلكة للطاقة، وهي النقل الذي يمثل حوالي 38% من الاستهلاك النهائي للطاقة والبناء 33%، والصناعة 21%، والفلاحة والإنارة العمومية 8%. من بين المشاريع أيضا تخطيط المغرب لإنتاج الغاز من حقل بحري في 2024 في منطقة تنقيب البحرية لكسوس الواقعة بالعرائش في المحيط الأطلسي، والغاز المستكشف حسب ما صرح به سيوجه لإنتاج الكهرباء عبر تغذية محطات القنيطرة والمحمدية وتهدارت ومختلف صناعات في منطقة القنيطرة. نعم، اللي عنده الصبر يصبر معنا، لأن مشاريع الحمد لله كثيرة ومشاريع ضخمة ومشاريع مشاريع العصر. وفي مجال الطاقة دائما تراهن الحكومة على تشغيل مجموعة من المركبات الريحية سنة 2023 للرفع من القدرة الإنتاجية للمملكة تماشيا مع طموح المغرب الذي يود أن يرسخ نفسه كمنصة انطلاقة في مجال الطاقات المتجددة في المغرب العربي. وورد بمشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي عرض يوم أمس الخميس 20 أكتوبر بالبرلمان، أنه سيتم إطلاق أشغال إنجاز مشروع المركب الريحي لجبل الحديد بقدرة تبلغ 270 ميجاوات وتسكراد 100 ميجاوات في إطار البرنامج الريحي المندمج طبعا 850 ميجاوات. الطريق السريع تيزنيت الدخلة، إنجاز أكبر سد في المغرب. المشروع يتحدث عن ديون المغرب. الآن أعطيتكم فقط بعض المشاريع وليست كل المشاريع، بعض المشاريع التي قام بها المغرب أو قام بإنجازها المغرب خلال سنة فقط، وهي مشاريع ضخمة ومشاريع عملاقة، مشاريع طبيعة الحال التي ستعود على المملكة بالنفع وستعود على المملكة بمداخل مضاعفة مئات الأضعاف. وبالتالي فلا خوف على المغرب في ظل قيادة حكيمة، قيادة ذكية، قيادة محمد السادس حفظه الله. هذه فقط بعض المشاريع وليست كل المشاريع. أما بالنسبة للجزائر ماذا لديكم؟ أعطوني فقط مشروع واحد من هذه المشاريع التي قامت بها المملكة المغربية الشريفة في سنة واحدة. أعطيني مشروع منها قام به النظام العسكري الجزائري خلال 61 سنة. هل دشن النظام العسكري الجزائري مشروع مماثل لمشروع واحد من هذه المشاريع التي ذكرت، اللي هي مجرد مشاريع اللي طبيعة الحال دشنها المغرب خلال سنة فقط؟ ليس لديكم ولا مشروع واحد، ليس لديكم ولا إنجاز واحد منذ أن تأسس هذا النظام العسكري إلى يومنا هذا. بل كل ما لديكم هي البنية التحتية التي تركتها فرنسا والبيوت المتهالكة التي هي في حاجة إلى الترميم ولا تستطيعون ترميمها، لأن يتوجب عليكم الحصول على ترخيص من فرنسا. حتى البيوت
لا تستطيعون ترميمها، لأنه لا يمكنكم ذلك إلا بالحصول على ترخيص من فرنسا. إذا ماذا قدم النظام العسكري للجزائر على جميع المستويات؟ نعم. غندير لافوكادو ديابلو وغندافع شويه على الجزائر. نقول لك انا المشاريع اللي داروا شكون حقانيين. داروا خط بحري كيربط ما بين الجزائر العاصمه ونواكشوط، خسروا فيه 400 مليون دولار، خسر ما صدقش، 3 شهور حيدوه حبسوه. قطار الثمن راست 20 عام دابا هما كيقولوا غيديروه، كيقول لك كل دابا حاليا كيقول وصل 92%. في ارض الواقع ما كاين حتى شي حاجه، كيبقى مشروع والفلوس كيتضربوا. المسجد الاعظم طلع باغلى ميزانيه وشفنا لحد الساعه راه مسدود، اغلبيه فيه راه مسدود ما كيستغلوش. تيران ديال نيلسون مانديلا طالع ب 460 مليون دولار، علما ان التيرانات الميزانيه ديالها كتكون اقل بكثير، يعني ما عندهمش شي ايتود دو بروجي، ما عندهمش كيعرفوا شحال سميتها ايتود دو بروجي. طريق السيار اللي كتربط ما بين الشمال بالجزائر وغادي حتى لموريتانيا، كيقول لك راه خدامين فيها، ما كاين لا طريق لا حتى شي حاجه. باغيين يديروا تضييق على المصالح المغربيه. مي حنا كنشوفوا حاليا كنتسناو شنو غادي نديروا، راه ما بقاش انه واش عندك طريق ولا ما عندكش طريق، كيفاش غتبنى، شنو غتبنى، شنو غادي دير فيها، هذا هو لوجيكتيف. واش كاين عندك، واش بنادم غيضرب 1400 كيلومتر ديال الصحراء ما كاين حتى شي حاجه؟ ما يمكنش. وواحد القضيه اخرى السي شكري غنستغلها، غندوي مع السي الرأي المغربي. اخويا شوف تبارك الله عليك، انت كدير القصب بالسلاح الثقيل يا عمي، وعندك التغطيه بالجو. احتراماتي لك يا اخي الرأي المغربي. تحياتي خويا روم، بخير. بارك الله فيك، الله يحفظك يا اخي، الله يحفظك. الله يحفظك، مرحبا خويا. شكرا خويا روم، وشكرا خويا الرأي المغربي. خليكم معايا الله يحفظكم. نشوفوا زين الدين. زين الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا، واش حوالكم؟ الحمد لله. شحوالكم انتم؟ والله في نعمة الحمد لله. نعم تفضل. شنو يمكن لك تضيف من خلال ما سمعته ومن خلال يعني الموضوع اللي عالجنا؟ لا واش راح نقول لك خويا شكري، شغل انا كي كنت نسمع فيك كنت تتكلم، شغل شبهتك للنشرة تاع اغلب البلدان العربية، انجازات ضخمة. احنا ثاني نقدر نقول لك كما قلت انت، درنا طريق، درنا مصانع، درنا ميناء، درنا مدن جديدة، درنا شغل تحس كلي راك انت مقدم نشرة تاع السلطة. شغل كيما نقولوا احنا في بلادنا عندنا اللي يطبلوا للسلطة، انت ثاني نفس الشيء راك تطبل للسلطة. والواقع يختلف تماما. المغرب فيه انجازات كما ما فيه مشاريع فاشله، كما فيه فقر، كما فيه الجزائر ثاني نفس الشيء، فيه مشاريع، فيه انجازات، وفي نفس الوقت فيه مشاكل. دوله ثاني من العالم. زين سمحتي لي دابا المشاريع اللي قلت، واش انت يعني كتعترف بها او لا انك تقول انها غير موجوده، مجرد يعني تطبيل فقط؟ شوف اي دوله مهما كانت. جاوبني على قد السؤال. واش انت كتقصد بان المشاريع، لحظه، واش كتقصد بان المشاريع اللي ذكرت غير موجوده مجرد تطبيل فقط، ام انك تعترف بانها موجوده؟ كاين مشاريع موجوده. هل هذه المشاريع غيرت من الواقع للمواطن البسيط؟ اذا اولا يعني انت تعترف انها موجوده، هذا المهم. ما شفناهاش في الواقع. ماشي مشكل، الا بغيتي تشوفها نوريها لك دابا، غير انت واش كتعترف موجوده ولا بغيتي الدليل؟ حيت حنا عندنا الدليل. صور، نعطيك صور انا ثاني يا زين الدين. انا نعطيك فيديوهات كتبين لك بالتفاصيل، ونعطيك مصادر تدخل وتقلب عليها، تدخل وتشوف. يعني تمشي وغادي تعمل واحد المجهود بسيط بالانامل ديالك، واحد نقره او نقرتين في جوجل او في مصدر اللي انت عندك موثوق، وغادي تطالع على هذه المشاريع هذه اللي هي موجوده على ارض الواقع. فيها يعني تدشين ديال صاحب الجلاله محمد السادس، فيها يعني الصور اللي كتبين يعني المسايره ديال البناء ديال هاد المشاريع، واش مشاريع انجزت واصبحت يعني موجوده. يعني كاين الدليل، عندنا مصادر غادي نعطيك تمشي تقلب فيها، وغادي نعطيك حتى هنايا مصادر تشوفها. لكن انت كجزائري واش تقدر تثبت لي شي مشروع دار في الجزائر من غير مصنع ديال ارجل الدجاج؟ بطبيعه الحال حتى مصنع المايونيز اللي تكلم عليه فخامه الرئيس تبون يعني غير موجود. حتى الزيت
اللي قال فخامه الرئيس تبون انه الجزائر اليوم في 2023 ستصبح من بين المواد التي تنتج الزيت محليا ليست موجوده على ارض الواقع. المشروع الوحيد الذي هو على ارض الواقع وشفناه هو اول شيء يعني مراحض عموميه في الشارع الجزائر اللي دشنها فخامه الرئيس تبون، مخبزه او محلبه دشنها فخامه الرئيس تبون، ومشروع مصنع الدجاج، ارجل الدجاج. هذه مشاريع انا اشهد لك بها واشهد لفخامه الرئيس تبون انه حقق هذا الانجاز العظيم. لكن المشاريع الاخرى غير موجوده، المشاريع اللي يمكن انها تذهب للبلاد البعيد وانها تنمي اقتصاد البلاد وانها تقوي البلاد اقتصاديا وانها تحارب البطاله وانها تنهض بالراس المال البشري وانها تقدم يعني الخير للبلاد غير موجوده. اذا عن اي مشاريع تتحدث الاخ زين الدين من غير مصنع ارجل الدجاج ومخبزه او محلبه اللي دشن فخامه الرئيس تبون ومراحض عموميه. اخ شكري خويا. احنا يا اخي العزيز، اما يا اخي العزيز كنتكلموا بالدليل وبالحجه. انا غادي نسولك زين الدين، غادي نسولك خويا العزيز مع كامل احترامي لك. الان تبون يقول على انه يجري يعني اتصالات سريه ويعمل في السر من اجل انهاء الازمه الاوكرانيه الروسيه واحلال السلام بينهما. يعني في رايك الاخ زين الدين الجزائري، واش كتظن بلي ان هذا القول ديال تبون هو حقيقي او مجرد يعني كلام فارغ؟ وحتى وان كان حقيقي، هل تظن على الجزائر ان تهتم لامر روسيا واوكرانيا بينما هناك دول اوروبيه وغربيه يعني لم تهتم، او ان هناك امور يعني عندها اصحابها، وان النظام العسكري الجزائري عليه ان ينسى هذه التفاهه وان يتكلف بانهاء المشاكل العالقه داخل الجزائر، وكذلك ان يحاول ان ينهي المشاكل العالقه بين الجزائر والمغرب، وان يعمل على احلال السلم والسلام في المنطقه عوض جلب ايران ودعمها لمرتزقه البوليزاريو، هذه الجماعه الارهابيه، من اجل زعزعه امن واستقرار المملكه المغربيه الشريفه بصفه خاصه والمنطقه بصفه عامه. تفضل. قد ينجح وقد لا ينجح. وما هو العيب مثلا عندما يريد ان ينهي هذا الصراع مثلا؟ اين هو العيب في ذلك؟ نعم، سؤال مهم اخي العزيز. العيب هو ان هذا النظام العسكري الجزائري يعني اختلق مشاكل بين الجزائر وبين دوله جاره مسلمه اللي هي المغرب. هذا النظام العسكري الجزائري عنده مشاكل عالقه بين دوله جاره ومسلمه اللي هي المملكه المغربيه الشريفه. هذا النظام العسكري الجزائري هو يهدد المنطقه بالحرب. هذا النظام العسكري الجزائري يعني خلق مشكل في المنطقه يهدد بالحرب وبزعزعه امن واستقرار المنطقه. اليس من الاولويات أن يسعى هذا النظام العسكري الجزائري إلى إنهاء المشاكل العالقة بين بلده الجزائر وبين المملكة المغربية الشريفة؟ كونه يعني هذه الخطوة هي الأهم، لأن بإنهاء هذه المشاكل طبيعة الحال غادي تتاح الفرصة أننا نكون اتحاد المغرب الكبير، واننا يعني نقدروا نتبادلوا الخبرات ونتبادلوا الموارد ديالنا، واننا نتعاونوا فيما بيننا لنشكل قوه اقتصاديه وقوه سياسيه وقوه حتى عسكريه، وننهض ببلدين معا وبالمنطقه بصفه عامه. اليس هذه من اولويات يجب ان تكون من اولويات النظام العسكري الجزائري؟ يعني هو ترك هذه المشاكل كلها اللي العمر ديالها تقريبا 50 سنه او نصف قرن، وسافر بخياله الواسع الى اوكرانيا وروسيا ويقول على انه يعمل في السر من اجل حل المشاكل العالقه او الحرب بين اوكرانيا وروسيا واحلال السلام بينهما. اليس هناك تناقض؟ اليس هذا النوع من الكلام يعبر عن حمق النظام العسكري الجزائري وعن حماقه تبون شخصيا؟ يعني حل مشاكل بلادك اولا، حقق الامن الغذائي اللي هو سبب من اسباب ديال الامن والاستقرار في البلاد، حققه للشعب ديالك اولا، انهي المشاكل العالقه عندك في بلادك، ثم حل المشاكل ديالك مع جيرانك، وبعد ذلك يمكن لك تسرح بالخيال ديالك الى ابعد مدى وتروح لروسيا او اوكرانيا وتدعي ما شئت انذاك. هذا هو هذه حقيقه الامر يا اخي، هذا هو العيب. تفضل. والله يا اخ شكري، انت كي تتحدث تاخذ الوقت كثير وانا ما تعطينيش الوقت كثير باش نوضح. تفضل عندك المساحه. شوف يا اخ شكري، اولا كما نقولوا كي راك توصف باللي النظام الجزائري عسكري، هذا من جهتك انت الرؤيه تاعك. مثلا
لو تجيب اي مواطن من خارج الجزائر او المغرب وتقول لهم واش رايك في النظامان الجزائري والمغربي، راح تكون الاجابه تاعو كلاهما نظامان عسكريان، هذا واحد محايد. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، تتحدث عن المشاكل اللي في الجزائر. اي بلاد عندها مشاكل. انت تتحدث عن الامن الغذائي وكأن الجزائر راهي مثل الصومال سابقا وكأنه لا يوجد شيء، وتعلقوا على صور نمطيه. انا ايضا عندي صوره نمطيه على المغرب. شفنا مواطنين يشترون الزيت في اكياس بلاستيكيه صغيره، شفناهم ايضا يشريوا الزيت في اكياس صغيره، شفنا مظاهرات الغلاء، شفنا السلبيات، والسلبيات كما راهي موجوده عندكم راهي موجوده عندنا نفس الشيء. شكرا زين الدين. باش نقصوا نقطه بنقطه اخي العزيز، نعم شكرا انك تطرقت فعلا. عندنا الساشيات، عندنا الزيت في الساشيات، متفق معك، وعندنا مظاهرات الغلاء، متفق معك. حنا ما كنكروش، ولكن انا غادي نجاوبك. انت قلتي اول شيء انه ليس نظام عسكري، وانا اقول لك نظام عسكري. بوخروبه انقلب على بن بلال 1965 وتحول الى نظام انقلابي عسكري، وبعد ذلك يعني تأسس هذا النظام وهو قائم منذ 65 الى يومنا هذا. نفس الجنرالات هما اللي كيحكموا اليوم. عصابه تسقط وعصابه تحكم، كاين صراع عصابات، عصابه الغالبه تحكم في العصابه المغلوبه. فيما يخص الجزائر مثل الصومال، انا اقول لك يا اخي اليوم الصومال يعني تجاوز كل مشاكل، وهو لا يعيش هذه الصفوف والطوابير. الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعيش هذه المشاكل ديال الصفوف والطوابير من أجل المواد الغذائية الأساسية المنعدمة هي الجزائر، القارة، الجزائر القوة الضاربة، الجزائر دولة الغاز والبترول. فيما قلت يعني النقطة ديال شراء الزيت في الساشي، أنا أقول لك يا أخي الحمد لله أن بلادنا كيعيش فيها الفقير والغني. عندنا الزيت نصف لتر، لترين، 5 لتر. واذا بغيتي حتى شاحنه ديال الزيت ما عليك غير تمشي يعني المكان ديال بيع الزيت او يعني السوبر مارشي او البقال وتاخذ الزيت اللي بغيتي. ما كاينش اللي غادي يمنعك لانه الحمد لله موجود. كذلك بعض الاشخاص المتشردين او بعض، لان اي دوله فيها متشرد، اي دوله فيها فقير، ما عندوش باش يشري لتر زيت او لترين او 5 لتر، ماشي ما عندوش، وانما ما يمكنلوش يشري قنينه ديال الزيت ويبقى يدور بها، او قنينه ديال الزيت وغادي يستعملها هو مثلا في وجبه وحده، وانما كيشري قدر اللي بغى. هنا كتشوف بان الزيت موجوده. بغيتي 2 دراهم يعطيك، بغيتي 3 دراهم يعطيك، بغيتي 5 دراهم يعطيك، بغيتي لتر يعطيك، بغيتي 2 يعطيك، بغيتي 5 يعطيك، بغيتي شاحنه يعطيك. الزيت موجوده يا اخي. الفقير موجود في العالم، ولكن ليس كل الفقراء في العالم يعيشون، ليس كل الفقراء في العالم يحصلون على المواد الغذائيه الاساسيه. لكن في المغرب الفقر كاين، ولكن الفقراء عايشين ويحصلون على كل ما يريدون على قدر الامكانيات. يعيش ياخذ الزيت، يعيش ياخذ السميد، يعيش ياخذ يعني كل ماده بغاها موجوده، حتى كاس الحليب، حتى كاسين. الخبز موجوده، خبز نصف خبزه، 2 10 20 100. الخير موجود يا اخي زين الدين. ما عندناش مشكل في المواد الغذائيه الاساسيه، ما عندناش انعدام المواد الغذائيه الاساسيه يا اخي. نحن هنا نتكلم عن الجزائر القوه الضاربه، عن انعدام المواد الغذائيه الاساسيه. حتى الغني لا يستطيع الحصول على الزيت، حتى من لديه المال لا يستطيع الحصول على الزيت. يقدر زين الدين يجاوبنا على هذه القضيه هذه؟ خويا زين الدين شنو هي؟ شكري. لحظه زين الدين، شوفوا شكري خويا، تفضلوا. زين الدين شنو هو هذا؟ اش من دوله هذا الزيت هذا؟ تفضل. هذا اش من دوله؟ نعم، هذا الزيت هذا اش من دوله؟ راني واضح. اش من دوله؟ راني واضح الجزائر انا. هذا الزيت اللي مصور في الفيديو عندي، هذا الساشي ديال الزيت ديال من اش من دوله؟ هذا سامحني، هذا واش هذا زيت اليو، هذا زيت جزائري. الله يرحم والديك. سير كمل اخويا. شكرا. سي بون. شكرا. لا هذه فوتو لحظه. شوف اخويا، حنا ملي كنمشيو في الاستجمام كنمشيو نخرجوا في واحد نزهه، كنعملوا مثلا صديقين او 3 ولا 4 ولا 5 الاصدقاء، ما غاديش نديو معنا يعني بدون ديال الزيت او 5 لترات ديال الزيت. يمكننا نمشيو للمحل ديال بيع الزيت ونطلبوا منه فقط المقدار اللي غادي نحتاجه، لان احنا في نزهه في الغابه مثلا او في البحر،
كنطيبوا كان كيعجبنا اننا نطيبوا انفسنا، يعني نطيبوا راسنا. كاين الحوت كنديروا طاجين الحوت، كنديروا طاجين اللحم، كنديروا طاجين متنوع، كنشويو الحوت، كنديروا الحمد لله الخير موجود. فبالتالي لما كنحتاجوا الزيت ما كناخذوش معنا بدون ولا زوج ولا ثلاثه، كنمشيو عند المحل كيعطينا القدر اللي بغينا، يعطينا في ساشي ولا يعطينا في